السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة الحلقة الخامسة من حلقات عبير الندى، يا رب تنول اعجابكم ان شاء الله، وباذن الله اكسكلوزيف زي ما انتم متعودين كل مرة. انا جايبه لكم ذا كريم اوف ذا كروب زي ما بيقولوا، للصفوة، افضل حاجة واحسن المعلومات عشان نقدر نستفيد بيها ان شاء الله. وهنستعرض مع بعض النهاردة طريقة للخميرة، ومش الخميرة بس هنعملها، لا الخميرة الفورية عشان تقدر تقعد معاكي فترة طويلة في البيت. هرحب الاول باقتراحاتكم واستفساراتكم على صفحتنا عبير الندى دوت سنتر اللي هتظهر عندنا على الشاشة دلوقتي. الخميرة يا جماعة دي قد ايه هي مفيدة جدا، تحتوي على مجموعة فيتامين بي ما عدا فيتامين بي 12. فيها معادن، فيها فيتامينات، فيها حاجات مهمة جدا للجسم، الجسم بيحتاجها. ممتازة جدا للناس اللي عندها انيميا، ممتازة للأطفال من سن 8 سنوات، ممكن يقدروا ياخدوها في كوباية ويشربوها على الريق، مفيش اي مشكلة، هتفيدهم الانيميا، هتقوي الذاكرة، هتساعد على الانتباه، هتشد عضلات الجسم والبنية وتقوي المناعة. تمام. والناس برضو زي ما احنا قلنا من شوية انها اهم حاجة نحب نأكد عليها، انها ممتازة جدا يا جماعة للناس اللي بتعاني من الانيميا، نظرا لما تحتويه من فيتامينات ومعادن كتير. احنا هنقول الطريقة بتاعتها، بس قبل ما هنقول الطريقة بتاعتها احب اعرفكم في حاجات بسيطة قوي كده ازاي قد ايه هي مفيدة، او النبذة مختصر عنها. عايزة اقول لكم يا جماعة اضرار الخميرة الفورية احنا مستهونين بيها، بس بنقول حاجة كده يعني سريعة نقدر نعمل بيها الحاجة بسرعة. لا، انتوا مش متخيلين قد ايه شوية الباودر اللي هما بيتباعوا دول، في ناس ما عندهمش ضمير بيضيفوا عليها مواد كيماوية بتساعد على الارتفاع بسرعة، وكل حاجة لما بنوصل لنتائجها بأسرع كل ما بنحس ان هي فيها مواد كيماوية اكتر بتكون مضرة على الجسم. الحاجة لما بتكون ببساطة وببطء بنحس انها بطبيعتها غير مضاف ليها اي حاجة تضر على الواحد. فمن ضمن المسببات اللي هي بتسببها الاضرار كإنسان، يعني بتسبب يا جماعة تليف في المخ وعلاج ومرض الزهايمر بالبطء. طبعا كل ده وما ادراك ما الامراض بتبقى بالبطيء، لا قدر الله، ربنا يبعدنا يا رب عنها. طب ازاي احنا نقدر نتلاشى ده؟ هنقدر مثلا هنشتري الخميرة العادية اللي هي بتبقى قطعة زي العجينة. طب ما هي برضو مو احنا ما نضمنش ان هي تكون ملوثة وناس مثلا مسكوها بايديهم وراحت من ايد لايد، او اصلا معمولة بالطريقة الخميرة البلدي اللي احنا بنقصدها وبنعملها ولا لا. تمام. طب احنا هنتلاشى ده ازاي، او نقدر نعمله ازاي؟ احنا هنعملها طريقتها قدامكم، وازاي كمان هنخليها بودر تقدر تقعد معانا لفترة طويلة ان شاء الله باذن الله. عايزة اقول لكم حاجة كمان، هي ليه اتسمت بالاسم ده خميرة بيرة زي ما احنا متعودين ان احنا كنا بنقولها؟ لان زمان كانت بتصنع من المواد المخلفة او المتخلفة، مش المجنونة يعني، المواد المتخلفة اللي هي بتبقى باقية من الشعير والعنب والحاجات اللي هي زي الحاجات الخمرة يعني زي ما بيقولوا، فكانت بتصنع من الحاجات دي قديما. عايزة اقول لكم كمان ان احنا نقدر نستخدم الخميرة دي كبرنامج تغذية علاجية للسمنة والنحافة. طب ازاي؟ هتقولوا سمنة ونحافة يعني هتخلنا وتخسسنا في نفس الوقت؟ بس باسلوب معين. لو خدناها قبل الاكل بساعتين فده هيدي احساس بالامتلاء والشبع، هيقلل ان احنا نقدر ناكل او يفتح شهيتنا عن الاكل. بعد الاكل بساعتين او نص ساعة اقل حاجة ده هيفتح شهيتنا عن الاكل، وهو ده السر في انك انت تستخدميه في اي وقت ايا كان. كمان عايزة اقول لكم ان احنا نقدر نعمل بيها حبوب اللي هي التابلتس اللي احنا نقدر ناخدها، بتتباع في الصيدلية على شكل حبوب اسمها حبوب الخميرة. طبعا ممكن تكون ده مش ممكن، لا ده اكيد انها محطوط فيها مواد كيميائية. طب احنا نقدر برضو نتغلب على ده ازاي؟ هنعمله على شكل حبوب، وهعرفكم كمان شوية برضو ازاي هنعملها على شكل حبوب ونقدر ناخدها كل يوم ونستفيد بيها. عايزة اقول لكم ملحوظة مهمة كمان يا جماعة، امراض ضغط الدم المرتفع اللي هم ما ينفعش ياخدوا الخميرة بكترة عشان ده ما يسبب لهمش ارتفاع في ضغط الدم. دي حاجة.
الحاجة التانية، ازاي تقدري تاخديها وتشربيها الصبح وتستفيدي بيها؟ لا، ما هي طعمها وحش. طب انا هتغلب على ده ازاي؟ ممكن اقدر اضيفها للبن الرايب عصير ليمون، عصير تفاح، اي حاجة من اللي هي الجريب فروت تقدري تاخديها بكل سهولة وكل بساطة عشان تقدري تستفادي منها. حاجة كمان هي مفيدة جدا للشعر، مفيدة للبشرة. ازاي؟ تغذية عن طريق مجرى الدم، تيار الدم، هنستفيد بيها داخليا وخارجيا. ان احنا نقدر كمان نضيفها مع معلقة عسل نحل وبشوية مية صغيرين، ونستنى لحد ما تفور عشان خاطر يبقى اشتغلت معانا، وندلك بيها شعرنا وفروة راسنا، ونحطها حوالي نص ساعة زي حمام الكريم. مفيش اي مشكلة، عايزة تزودي مفيش مشكلة، بس طبعا ما تزودهاش اقصى حاجة عن 6 ساعات. اي حاجة عامة عشان ما تضرش الشعر، بدل ما احنا نقول لا دي هتفيده. تمام. هنفيدها بالبشرة ازاي؟ بنفس الماسك برضو، او هنضيف عليه معلقة لبن بودر او لبن عادي، ونبتدي نحطها كماسك للبشرة. وبعد ما تنشف على بشرتنا نبتدي نشيلها بالماء الفاتر. بس ملحوظة يا جماعة، اي ماسك في الدنيا عشان تقدري تستفيدي بيه تغسلي بشرتك بالمية الدافية عشان المسام بتاعة البشرة تتفتح وتقدر تتقبلها بكل سهولة. عامة الماسك في بشرة او ماسك في شعر كله ساري. تمام. بعد ما هننشف بشرتنا كويس لما غسلناها بالمية الدافية، مسامنا اتفتحت، نبتدي ندهن بالماسك، وبعد ما ينشف نغسل وشنا، مفيش اي مشكلة خالص. احنا كده قلنا الفوائد بتاعتها قد ايه جميلة، وقلنا قد ايه ممكن نقدر نعملها برشام ونقدر ناخده حاجة امنة جدا. المفاجأة كمان للناس اللي عندها هواية تحب تزرع في البيت، انتي ممكن تاخدي مقدار معلقتين من الخميرة وتقلبيهم في شوية مية، وتضيفي عليهم نفس المقدار عسل، او تضيفي عليهم سكر لو مش موجود العسل الاسود. ده هتقدري تعمليه ازاي؟ في بداية لما بتزرعي الزرعة لسه الحبوب، ده فايدته ايه؟ بيخلي الزرعة تنمو بشكل سريع وشكل آمن، وفيها كمان كل الفوائد وكل الفيتامينات شربتها من العسل الاسود اللي مليان حديد وموجود في الخميرة كمان. طب هنسقيها امتى؟ هتبقى مرة شهريا زي ما قلنا. الطريقة بتاعتها هنحفظها في التلاجة زي ما حطينا المقدار متساوي من العسل الاسود او السكر مع الخميرة، هنحفظها في التلاجة، وبعد ساعتين او 24 ساعة افضل يعني ان احنا نسقي بيها بكل بساطة. ده هيفيد الزرع بتاعنا جدا، وهو حاجات سماد طبيعي كده عندنا نقدر نستخدمه وبدون اي تكلفة. وجيه الوقت يا جماعة ان احنا نستعرض الفيديو في مقطع بسيط جدا، نقدر نشوف الطريقة بتاعت الخميرة الفورية بتتعمل ازاي. مشاهدة ممتعة، يا رب تعجبكم ان شاء الله. ثواني او دقايق وارجع لكم تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنقول مع بعض في عجالة الطريقة بتاعة الخميرة الفورية، ازاي نقدر نعملها ونحتفظ بيها لفترة طويلة وما تبص عندنا، وفي نفس الوقت تكون امنة وبمواد بسيطة جدا موجودة عندنا في البيت وهتفيدنا وناخد منها كل الافادة. المكونات عندنا حاجة فاضية نقدر عشان خاطر نعجن فيها ونعمل فيها الحاجة. معلقة لبن بودر، لو مفيش اللبن بودر ممكن نستعوض باللبن العادي مفيش مشكلة. قطعة من الخميرة اللي هي العجينة، تمام، قطعة كبيرة كده حوالي 50 جرام، او ممكن لو انتي مش هتقدري يعني مفيش ميزان عندك ممكن بالتقريب يعني قد حبة عين الجمل كده، تمام. وبطاطساية، بصي بقى البطاطساية والمقادير انتي ممكن تضعفيها براحتك. انا عشان خاطر عملت قبل كده فبعيد لكم الحلقة تاني بحيث ان كنتوا تستفادوا منها وانا موجودة عندي، فعشان كده انا بجربها ببطاطساية صغنونة زي دي. انتي ممكن تكبري الحجم حسب الكمية اللي انتي عايزاه. ومعلقة جنزبيل، تمام. يا ريت يا جماعة ندخل الاعشاب في كل التركيبات بتاعتنا والاكل بتاعنا، تبقى ممتازة وهتفيدنا جامد اوي ان شاء الله. وعندك كوباية الا ربع تقريبا يعني من الدقيق، ونص كوباية من السكر، تمام. وهنملى المية عندنا في الكوباية اهي تقريبا ربع كوباية على قد المقدار، تمام.
المية يا جماعة لازم تكون دافية. تمام. وهنبتدي نحط فيها القطعة بتاعة الخميرة، وهنحط فيها حوالي نص معلقة سكر عشان خاطر تبقى ايه، تسرع عندنا في الفوران. هنبتدي نقلبها كويس اهي زي ما احنا شايفين. بعد ما هنقلبها عندنا هنبتدي نغطيها بأي طبق او اي حاجة ونحطها ونستنى لحد ما تخمر عندنا. تمام. هنيجي بقى للمكونات اللي احنا هنعملها. هناخد البطاطسايه وهنهرسها كويس زي ما احنا شايفين بالطريقه دي. خلاص اهي. طبعا المفروض ان انا كنت قطعتها قطع صغيره عشان تبقى سهله الهرس وانا بسلقها، بس حبيت اوريكم حجم البطاطسايه اللي انا عاملاها قد ايه والمقادير اللي معايا. هنكمل هرس في البطاطس. طبعا زي ما احنا شايفين البطاطسايه بقت عندنا شبه مهروسه بالشكل ده، مفيش مشكله عادي. وهنبتدي ناخد الخميره اللي فارت عندنا وجهزت عشان خاطر نضيفها ليها. هنبتدي نضيف الخميره زي ما فارت كده زي ما احنا شايفين عندنا. شوفوا فارت قد ايه. تمام. لان احنا حاطين قطعه كبيره. هنبتدي نضيف محتويات الكوبايه كلها. تمام اهو زي ما احنا شايفين. وهنبتدي نقلبهم كويس. طريقتها سهله جدا يا جماعه ومش محتاجه جهد ولا عناء، بكل سهوله، وهتقعد عندك فتره طويله قوي، فممكن يعني تعب دقيقتين. بس اهم حاجه الواحد تكون ضامن بياخد حاجه هو عاملها بنفسه. هنبتدي نضيف معلقه اللبن الكبيره اهو. تمام. وهنقلبها وهنضيف الجينجر او جنزبيل وهنقلبهم كويس قوي. الخليط لسه سايب عندي بالشكل ده، مفيش مشكله لو في حاجات قطع، مفيش مشكله، لا دي عادي يعني هتعرفوا حلها في الاخر. احنا كده خلصنا المكونات. هنبتدي نضيف السكر بتاعنا. السكر ده هيدي ريفريش دايما للعجينه لما نحب نيجي نحط الباودر بتاعها النهائي عشان نخمرها، هيخليها تساعد على الفوران بسرعه، بدل من ان احنا نضيف زي ما احنا عملنا في الاول وضفنا معلقه سكر على الخميره العجينه. خلاص احنا كده قلبناها. نبتدي نضيف الدقيق بالتدريج لحد ما نحصل على عجينه نقدر نفردها زي ما احنا هنشوف في الصوره دلوقتي. تمام. هنبتدي نضيف وهنقلب بالتدريج. زي ما احنا شايفين كده بالشكل ده هتبقى عندنا زي العجينة سميكة شوية اهو. زي ما احنا شايفين هتبقى عاملة كده، مفيش مشكلة برضو، احنا لسه هنخمرها تاني.
هنغطيها وهنسيبها تخمر حوالي ربع ساعة او لحد حتى ما نلاقيها خمرت وعليت معانا. تمام، هنسيبها على جنب وهنستنى شوية لحد ما تخمر. التركيبة والطريقة بسيطة جدا عندنا يا جماعة. بعد ما هنستنى تخمر هنبتدي لو لقينا العجينة محتاجة انها يتضاف لها شوية دقيق تاني عشان نقدر نفردها زي ما احنا شفنا، هنضيف ونحط الاضافات بتاعتنا لحد ما نقدر نفردها موجودة عندنا بكل سهولة. بعد ما هنفردها زي ما احنا شايفين هنفرش كيس ونبتدي نفرد عليه العجينة ونعملها بنشابة او اي خشبة موجودة عندنا، ونحط عليها طبعا كيس من فوق عشان خاطر ما تلزقش. وبعد كده بعد ما هتفرد هننزع الكيس من فوق، وبعد كده نبتدي نقطعها قطع مربعات صغيرة عشان تساعد على انها تنشف بسرعة. تمام، احنا كده هنشوف مع بعض بالصور طبعا لاني انا مش هعرف اعملها لكم هنا، بس انا في الطريقة اللي انا عملتها هوريها لكم واللي انا وصلت لها. يعني ما شاء الله ده اصبح عندي بودر اللي هي الخميرة الفورية. هنشوفها مع بعض هنا. شايفين يا جماعة البودر؟ بصوا اصبح عندنا خميرة فورية وفرت علينا. متخيلة اصلا يعني حتى المعلقة دي تقريبا انتي بتشتريها بكام؟ تقريبا بجنيه كيس الخميرة، ومش بيقعد معاك الا مرة واحدة بس. شوفي انتي من بطاطساية ونص كوباية دقيق ونص كوباية سكر استغرقتي شوية قد ايه. ده كمان انا واخدة منها ومستعملة كانت معايا لحد فوق. زي ما احنا شايفين المعلقة اللي احنا خدناها دي معلقة كبيرة. انا هعملها لكم عملي قدامكم اهي. خدناها وحطيناها هنا، هنضيف عليها بقية المعلقة حوالي معلقتين كبار. زي ما احنا شايفين اهو. معلش الدنيا اتبهدلت. هنضيف عليهم المية الدافية زي ما اتفقنا لحد هنا، وهنبتدي نقلبهم مع بعض. دي الخميرة اللي احنا عملناها، وهنبتدي نقلبها زي كده. مش محتاجة ان احنا بقى نحط سكر عشان تنشط او اي حاجة، لا هي فيها كل حاجة جاهزة عندنا. وهنسيبها تقريبا حوالي 10 دقايق. هنغطيها وهنسيبها 10 دقايق وهنشوف الشكل بتاعها دلوقتي هيبقى عامل ازاي، وحاجة فريش. تمام، بعد ما خلاص احنا قطعناها مربعات وهنسيبها تقريبا حوالي يومين حسب الجو عندك موجود لحد ما تنشف، ونبتدي نشيلها من على الكيس. هتصبح عندنا زي قطع كده، قطع ناشفة. هنبتدي ناخدها في المطحنة او الخلاط ونطحنها وتصبح عندنا البودر اللي احنا شفناه بالطريقة دي. يا رب ان شاء الله تعجبكم. رجعت لكم تاني بعد 10 دقايق وعايزين نشوف شكل الخميرة. ما شاء الله شايفين عملت الرغوة بتاعتها بالظبط ونفس الريحة اهي، وعليت معانا قد ايه ما شاء الله. على فكرة مفيدة جدا، نقدر نشربها الصبح مفيش مشكلة. مفيش مشكلة عادي، ونكمل بقية البرنامج. وزي ما شفنا مقطع الفيديو طريقة الخميرة قد ايه هي سهلة جدا وبسيطة ومش محتاجة جهد ولا عناء. وقبل ما نختم يا جماعة لازم اسلم الاول على
الآنسة نور واقول لها سؤالك لسه موجود عندي انا مش ناسياه، وازاي انك انتي تحلي مشكلة الضوافر بتاعتك في تقصفها، او ازاي انك انتي تطوليها وتحافظي عليها. انا هقولك طريقة بسيطة جدا تحافظي عليها عامة اذا كانت بتتقصف او ضعيفة او انها مش بتطول بسرعة. كل ده في الخلطة اللي انا هقولك عليها البسيطة قوي دي. هتجيبي زيت خروة وهتدهني بيه ضوافرك، هتحطيه في لو عندك مثلا اللي هي الازازة بتاعت المونوكير او اي حاجة زي كده تشبيه لها، تنضفيها كويس بالاسيتون لو هتعرفي، وبعد كده تدهني بيها كل يوم بالليل قبل ما تنامي زيت بتاع الخروع. تمام، دي ممتازة جدا وهتعجبك قوي. وطول ما انت قاعدة كل ما تفتكري يعني بمعدل 2 أو 3 مرات في اليوم مفيش اي مشكلة، نص ليمونة كده وتدعكي بيها ضوافرك كده هو بالطريقة دي، تخليها تتخلل الضوافر وتحافظي عليها. دي بتقويها جدا وبتديها لمعة وبتديها بياض وشكل جميل. يا رب تعجبك ان شاء الله، ويا رب تكون وصفة سهلة عليكي. وهنختم مع بعض يا جماعة، بس قبل ما نختم عايزة اقول لكم ان اليومين دول انا شايفة ناس كتير قوي تعبانة نفسيا وجسديا وكل حاجة. فعايزاكم يا جماعة والله يعني تستعينوا بالله وتستغفروا ربنا كتير قوي عشان ربنا يفرج عنكم بإذن الله ان شاء الله. وده عن تجربة شخصية والله، قد ايه الواحد كان بيعاني وقد ايه كان تعبان، والحمد لله رب العالمين ربنا وفقه للاستغفار. استغفر الله العظيم، استغفرك ربي واتوب اليك. باي شكل من اشكال الاستغفار لو لزمناها قد ايه والله هتلاقوا ربنا هونها علينا قوي وخلى كل المشاكل بتاعتنا سهلة ومش حاسين بيها برغم وجودها، ومع الوقت هتلاقيها بتتلاشى لوحدها ومفيش اي مشاكل خالص. وعايزة اذكركم بالحديث بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم، قولوا عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، ان الرسول قال: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. يعني ايه رزقه من حيث لا يحتسب؟ رزقه ايه؟ رزقه المال، رزقه البنون، رزقه الفرح، رزقه الصحة، رزقه كل حاجة. وما ننساش ان الناس التعبانة برضو داووا مرضاكم بالصدقة يا جماعة. دي حاجة مهمة جدا وخلي بالنا منها قوي. والله العظيم والله العظيم لو انتوا حطيتوا في دماغكم فعلا ان كنتوا مفيش مشاكل عندكم، عقلكم الباطن هيستوعب حاجة زي كده وفعلا هتحسوا ان فعلا مفيش مشاكل رغم وجودها. اهم حاجة استغفروا ربنا وخلي عندكم امل. ربنا سبحانه وتعالى بيكون عند حسن ظن العبد بيه، لو ظن بيه خير ان شاء الله. فدايما نستغفر ربنا. استغفر الله العظيم، استغفرك ربي واتوب اليك. واشوفكم في الحلقة الجاية، تكون حاصل ان شاء الله، يا رب تكون عجبتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودي كوباية بلح هدية مني ليكم، محدش يبصلي فيها، اللي عايز يروح يشتري كيلو البلح رخيص قوي، روح اعملها واشربها هتلاقي فيها افادة وفيتامينات جميلة قوي تعجبك ان شاء الله. باي.